السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. مرحبا بكم في قناة يوني نيو سبورت. نشارككم هذه اللقطات للمنتخب الوطني المغربي، وكما نرى على الشاشة هنا أشرف حكيمي يعمل هذه التدريب في مدرجات الهرهورة. تكون التدريبات الجاهزية للمنتخب الوطني المغربي لكي التصفيات، ونأمل أن يكون عند حسن ظن المغاربة. وكل هذه التقدم والتطورات والتدريب ليكون مؤهلا في التربية البدنية، ويكون هناك أكثر حظوظ للمنتخب الوطني المغربي. وهذه اللقطات من الفوز، وهنا يكون الأمل كبير. نأمل ألا يخيب أمالنا هذا الفريق الكبير الواعد كل التأهل في المنتخبات لكأس العالم 2026 التي ستقام في الولايات المتحدة الأمريكية مشاركة مع كندا والمكسيك. نرجو أن تكون مثل نسخة قطر أو أحسن منها. نرجو الكثير من هذا المنتخب الكبير. بدأ يكون في كالعمالقة، لسنا كما كنا عليه من قبل. نتذكر سنة 2022 في المونديال قطر، حيث المغرب حقق المعجزات أو أكبر من المعجزات. وأنا شخصيا كنت لا أعطي أهمية للمنتخب في ذلك الحين، وكنت أظن بأنه سيغادر التصفيات في المراحل الأولى. لكن بعد المقابلة التي جرى مع المنتخب الكندي وفاز عليه بثلاثية نظيف على ما أعتقد إن لم تخني الذاكرة، فهنالك بدأت أشعر بأن المنتخب الوطني قوي. وعندما اجتاز الدور الثاني والثالث والرابع ثم النصف أذهلنا حقيقة، رغم خطوات قليلة للفوز لنستمر في التصفيات لخوض كأس العالم. لكن بعض الأخطاء التحكيمية وبعض المفبركات التي لا تريد لمنتخب عربي أن يكون فائز بكأس العالم أو من القارة الإفريقية على الخصوص. لكن نأمل في هذه المرحلة الجديدة أن تكون تكتيكات جيدة سواء للمنتخب الوطني المغربي أو المنتخبات الأخرى، وسنشاهد إن شاء الله منافسات قوية من القارة الإفريقية التي كانت دائما تكون دورات تهميش ولا يعطونها أي قيمة. لكن الآن ستكون كلمة أخرى غير التي كانت على عقود. كما قلنا سنة 2022 وكأس العالم قطر غير كل المعطيات. الآن الأجانب يرون القارة الإفريقية بأنها تنافسهم على كأس العالم. وإلى هنا نأمل أن نكون عند حسن ظنكم بهذه التقارير، وفيدونا أفادكم الله في تعليقاتكم، ولا تبخلوا علينا بزر سبسكرايب والضغط على جرس الجرس ليصلكم كل جديد في قناة يوني نيو سبورتس. مع السلامة.